اخواتي هو يا جدعان في يا جدعان بقى يا عم اللاب كده يا لا صيانه ما عنديش صيانه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صيانه ما عنديش صيانه ما عنديش. اما انت بقى مش جاي في صيانه، انا عارف انت جاي في ايه. تبديل. ايدك جنبك بقى كده اهو. حاضر يا ريس. معلش بس انا اسف بس ممكن تيجي كده شويه. تعالى كده قرب بس، تعالى هنا تعالى هنا. دقيقه واحده بس وجاي لك، ثانيه واحده. انت عايز تبديل؟ لا مش عايز حاجه. عايز تبديل عندك اي مشكله؟ خلاص والله العظيم ما تخيل. عندك اي مشكله احنا نذيع؟ الحاجه اللي انت عايز تبدلها هتبقى هديه من دبي ستور. ماشي، عندك اي مشكله احنا نذيع؟ بامانه والذيع. شوفوا يا جدعان اللي انتوا عايزينه وانا عنيا ليكوا يعني يا باشا. اتفرج عليكم السلام ورحمه الله. عايز تعمل صيانه اللاب ده؟ طب ايه اللي حصل؟ مش فاهم. جاب شاشه. جاب تصدق اللاب دوت انت بيجيلك صرع بالليل ولا حاجه؟ صراحه هو اللاب ده انت اللي كسره ولا هو وقع مني. وقع منك؟ تمام ماشي. طب انت عايز تعمل له صيانه ولا عايز تعرف التكلفه؟ تكلفه اخويا يابا اخواتي ابويا اخواتي. طب انت دلوقتي يعني عموما انت هو ايه ده اللي حصل ده من يعني دلوقتي؟ حصل ايه؟ كله سيبت دلوقتي وعمال انادي محدش بيرد. محدش بيرد عليا. انا بكلمك عامه، انا بتكلم معاك. الناس دي زباين. طب انت عايز تعرف عايز تعمل له صيانه ولا عايز تعرف تكلفه؟ لا عاوز اعرف التكلفه. اخواتي يا بيه انا بكلمك يا عمده يا ابويا. طب حد يرد طيب. هو يا جدعان في يا جدعان. هو بص، هو تقريبا في مشكله عنده في الرئه بتاعت القصبه الهوائيه اللي بتاعت اللاب اللي بتعمل تهويه. هويتي هو ايه اللي بيحصل هنا يا جدعان؟ أنا انا عاوز اصلح اللاب مش عاوز حاجه اكتر من كده. ما انا بكلمك في ده عشان ممكن التكلفه. لا كده كتير يا عمده. يعني انا مش عاوز اصلح اللاب هاته. هنا في مشكله تقريبا في القصبه الهوائيه. هويتي يا جدعان. هو انا جاي اعمل اللاب. يا اخويا افهمني، ده روح. افهم بس عشان ما نقعدش جدعان، هو يعني. اللي يا باشا انا بتاع لابات، افهمني بقى يعني. مش هنقعد بقى. انت جاي دلوقتي الدكتور لابات. انا بكلمك دلوقتي ده اللاب ده عنده مشكله. مش عايز تعمل صيانه صح؟ عايز تعرف التكلفه. هو ايه ده بقى يا جدعان اللي بيحصل ده يا جدعان؟ طب انتوا مجانين طيب؟ اوعى يا عم انت كده يا عم. اوعى يا ابويا ايوه كده انت يا ابويا. عندك صرع. شوف صرع ايه يا عم؟ انت عندك في ايه يا صرع. عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده طيب؟ انت متاكد ان اللاب ده وقع منك؟ طب انتوا مجانين. طب قولوا لي انتوا مجانين؟ انت عندك مرض نفسي. مرض انت ايه يا عم؟ انت اللي عامل في اللاب كده صح؟ المرض اللي انا عامله في اللاب كده اللي انا بعمله ايه ده يا جدعان؟ بوقع يا عم اللاب كده. يا استاذ احنا بنهزر معاك. ده كله في كاميرا هناك اهو. ده مقلب. انا اسف. ولا يهمك. حقك على اي حاجه انت عايزها من دبي ستور النهارده هتتعمل لك فري. حقك على. انا اسف. كل دول بيمثلوا معانا. انا اسف جدا. بس عايزينك في حاجه واحده بس. نذيع. يا مساء الزفت على الزباين اللي تقرف حاجه، اقسم بالله تقرف الواحد. طب معلش بس معلش، ممنوع اللمس. مساء الخير. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. امورني. مفيش. اللاب ده الشاشه بتاعته مره واحده فصلت. ليه؟ الشاشه بتاعته مره واحده فصلت. طب ماشي، ايه اللي فيها يعني؟ انا بقول لك الشاشه بتاعته ما فصلت. بص، صلي على النبي. انا اقول لك على حاجه. اسمك ايه؟ حسين. انا اقول لك على حاجه يا حسين. الجو حر صح ولا لا؟ أيوة. انت لما بتتحر مره واحده بتعمل ايه؟ مش بتريح 5؟ أيوة. هتلاقيه مريح 5. انت جاي تقرفني يعني ولا انت جاي عايز ايه؟ مش فاهم. ايه اللي جاي اقرفك يا عم؟ انا جاي اصلحه. ايوه شوف، طب مش عايز ماشي. أشتغل يعني. يعني انت جاي تصلح ده. أيوة. صح ولا انا غلطان؟ أيوة. تمام ماشي. بتبص ليه على الحاجه اللي هنا؟ ما بنشوف. ده حسد. ده بالنسبه لي حسد. جو بص يعني انا اسف في كده ما تزعلش مني يعني. جو الحسد والنق مين دي؟ يا عم انت مالك بيها؟ كلمني انا بكلمك. يعني انا اتكلم مع الراجل؟ ايوه كلمني. انت مين؟ بقول لك مالكش دعوه بيها. كلمني يا عم ماشي انا بتكلم معاك يا عم. لا اله الا الله. انت زعلان ليه؟ انت مين؟ برضه. هو ايه؟ هو
ما تعلي صوتك انا بتكلم انت فيه. بتزعق ليه؟ لا ما بزعقش انا بس انا فكرها مش سامعاني لا يا عم كلمني انا بقول لك. خلاص ماشي، ممكن بس 5 متر بس كده، 5 متر اهو 5 متر كده زي ما انت. هكشف على الجهاز دوت وجاي. ايه ده حسين؟ حسين يخرب بيتك، شكلك اتغير خالص. انت مالك اتمصيت كده ليه وخسيت كده ليه؟ انت بقى لابس البتاعه دي عشان ما اعرفكش يعني؟ انت مستغرب ليه كده؟ ومين اللي واقفه جنبك دي اصلا؟ اول مره اشوف. ده ذوقك من بعدي يا حسين؟ بتعرف اندر ايدجي من بعدي؟ اندر ايدج ايه؟ اتكلمي عادل يا حبيبتي انت. اتكلمي عادل، اتكلمي من بعيد بس، تتكلمي اهم عادل. حاجه ما تتكلميش معايا كده. ايه الاشكال دي؟ مين دي؟ ده حسين، ده انا كنت دايما بستناه في الهرم قد كده، بس شكلك ان انت بقيت تيجي بدري في المواعيد. عارفين انا؟ حسين انت تتبر مني؟ انت عامل النمره دي بقى. طيب خلي كلامك معايا انا، تعرفين مين؟ اكلمها انا مش شايفاها. حسين انا مش قادره اشوفها بجد، دي طفله قوي بالنسبه لك. ايه ده؟ انت تعرف اطفال من بعد؟ بس يا استاذ محمد، انا اسف يا استاذه، منوره الدنيا كلها. بالنسبه لللاب بس بتاع حضرتك ماشي، انا مش راضي يفتح. ما اعرفش هو انا جايبه لك هنا ليه؟ انت سايب بعيد بس عنك. مالك منشكك كده، بعيد مالك عنه انت شوية. منشكك تعرفين كده مين ليه؟ انت؟ يا استاذه تمرني باي حاجه ولا؟ لا تمام بشوف. تمام ماشي، شوف مفيش اي مشكله. بتخانقوا علشانك؟ ما اعرفش ما والله. تعرفش ايه انت شكلك، بص يعني. ايوه انا بتفتح لي الشاشه بس، اهم حاجه وريني. يرضيك كده انه عارف اندر ايدج عليا؟ انا بامانه انا مش عارفه انت شايف اصلا؟ اتكلمي عادل. شايف؟ الاستاذ طبعا ده حسين، ده الاكس بتاعي. يا حسين عامل ايه؟ بس ذوقه بقى وحش قوي. لا ثانيه حسين، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا عايز اعرف بس حاجه، انت يعني ثانيه، شايف انت خد؟ مرتبط بيه ولا مرتبط بمين؟ ده هو المفروض كان مرتبط بيه، بس شفت ذوقه بقى عامل ازاي من بقى. تمام، انت ما اللي انت ما هو ايه تعرفوش. ذوقه؟ ثانيه انا ثانيه مش عارفه تتكلم ليه، انا مش قادره زعلانة، اشوف. او حضرتك انت زعلانه علشان جايب الاستاذه؟ يعني انا ما رضيتش اتكلم، انا فكرها والله اخته، انت فاهمه؟ ما أخته رضيتش أتكلم. إيه؟ انت من اسبوع كنت جاي لي بلاب قد كده اهوت، وكان معاك واحده ثانيه غيرها. اصلا يا لهوي يا حسين بقيت لمام كده. افتح لي الشاشه، افتح لي الشاشه، ودقيقه وجاي لك. تفتح ازاي؟ كمان مش عارف تفتح يا حسين. تسلم. انا اسف يا استاذه، في اي حاجه حباني يعني اساعدك فيها ولا؟ يعني هتعملي ايه خلاص بقى يعني؟ الله اكبر عليك يا حسين. دايما ذوقك بقى اطفال كده. كنت ببص لناس كبيره وناس بتفهم، يعني ايه ده؟ ايه المستوى ده اصلا؟ ايه ده سحس؟ عامل ايه يا سحس؟ وحشنا والله. تعرفني؟ انا اعرفك والله يا اسطى، مش فاكرني ولا ايه؟ لا ما اعرفكش. ما علينا، انا واحد فيهم بس تخصك. ايه اللي انا واحده تخش في ده ما يشرفنيش اصلا كويس، انت عامل ايه؟ بجد. عم انا الحمد لله. انا واحده فيهم تخصك، اصل بتاعت المره اللي فاتت اكتر واحده طولت معايا. المره اللي فاتت المره قول لي اللي انت مش مش فاكرني. يا لهوي علمني يا حسين. لا يا حسين ما ينفعش انت بتعمله اقول لك ده. على حاجه، لما تفتكرني ناديني، انا بعمل حاجه جوه. هو ايه ده؟ ما اعرفش مين دول. بصي يا حسين، انت كنت مزعلني منك. انا حاليا بفكر ان انا ممكن ارجع لك شويه، يعني حاسه المنظر اللي انت بقيت تعمله ايه اللي ده. انت بتقوليه ده؟ ما تتكلميش معايا عشان انا مش قادره اشوفك دلوقتي. انا شايفاكي اصلا. كمان واحده كمان يا واحدة حسين؟ مين يا نهار كمان؟ اسود يا مين حسين. مستنياه؟ انا مالي واحده مستنيه تحت رمال. ده انت لمام يا ما نهار اعرفش والله، ما اعرفش مين دول ايه اصلا. اللي يا حسين انت بقيت لمام كده ليه؟ حسين معلش، بالنسبه لللاب دوت في لابات كتير جوه تخصك، هتاخد دوت ولا اجيب لك كله مره واحده؟ يا انت مين انت؟ يا عم انا بقول لك معلش حقك عليا، انا اسف. ايه اللي حقك عليا؟ معلش انا اسف، حقك عليا. دي واحده بس. تمام؟ حقك عليا يا حسين، معلش. ايه اللي معلش انت دغدغته؟ يا ده نهار إيه؟ اسود. ما اقصدش، انا انفعلت بس شويه. هو اتصلح. يا نهار أجيب لك- اسود. اجيب لك اللابات اللي جوه. لابات ايه بس؟ ما في لابات كتير تخصك ده اللي جوه. انت عملته ده. انا ما عملتش سيبني حاجه. بس ثانيه. نهار حسين اسود. عنده وريني لابات كده. كتير جوه مش بتاعتي. ما حصل له حاجه يا استاذه؟ لا خالص، هي الشاشه بس جابت الوان يعني يعني. الحمد لله. انت مش يا نهار الشاشة مش اسود. شغاله؟ استاذنك كده اهوت. اتفضل يا استاذ حسين، اخش اجيب لك اللابات بتاعتك اللي جوه. انت في لابات كتير لا جوه. بقى ايه؟ هو انت بتيجي من هنا؟ ده عنده لابات كتير جوه تفتح مكان تاني غير دوت. ده كل يوم الأستاذ هنا. حسين فلاتي. الاستاذ حسين فلاتي. بس فلاتي ايه ده؟ لماتي ده عمال يلم كل لماتي يوم. ايه؟ ما هو في الاخر خلص على كل السن بتاعه، ابتدى السن أطفال، أنا شفت أيوة. الأندر إيدج الصغيرين دول. حرابيق زي ما انت شايف. يا نهار اسود. انا مش مالك، انا هتكلم مع الراجل ولا اتكلم مع الست؟ الله يرضى اتكلم عليك. معايا انا. اتكلم معاك. همش نفسك بقى 5 الاستاذ ده يا عم. الله يرضى عليك، اتكلم مع الراجل ولا اتكلم مع الست؟ اتكلم مع الراجل. مع الراجل. همش نفسك يابا. انا دلوقتي عايز افهمك حاجه. الراجل ده تمام كل يومين 3 بيجي بواحده شكل. كل يومين 3 بيجي بواحده شكل وبيعمل عليهم مصلحه. فهمي بس اللي انا بقول لك عليه. انا اللهم بلغت اللهم فشل.
كتر خيرك ان انت بتعرفها ذوق. انت تسكتي خالص بس ما تتكلميش. انا تقريبا شفتك مع الاستاذ جيتي هنا قبل كنت كده. جايه زمان ايام ما كان ذوقه نضيف. يعني هو اللي عرفك المكان؟ اه. تسلم لي يا حسين، الله يخليك، تسلم. اللاب معاك تمام والدنيا تمام. اسمع مني، انا اول مره اشوف معاك اندر ايدج، يعني دي حاجه ايوه صح، عندك حق. باين انت ايه اللي انت بتقول؟ انت مش انا بتكلم سوا. مش انا اللي بقول، ده حسين اللي بيقول. يا عم مفيش. حسين ده كل يومين ثلاثه بقول لك بيجي عندك بواحدة. حق، هو بقى اللي ملام كده كل شويه انا مش يلم. فاهمه انت ازاي ساكت على الكلام ده بجد، مش عايزه اعرفك تاني. يا ستي هو ما يشرفش اصلا انه يعرفك تاني. انا راجع لك يا تاني. عم راجع لي خد بس انا بكلمك. حقك علينا والله العظيم، احنا قلبك بتقول كده ليه؟ ماشي بنهزر معاك وعشان الضحكه الحلوه ديت حقكم علينا. أنا آسف. اي مشكله ان احنا نذيع؟ لا ما فيش اي مشكله. بامانه مفيش اي مشكله نقول نذيع. زيع. عليكم السلام وبركاته، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ منور الدنيا كلها. معلش حقك عليا عشان عندي لاج بس. حبيبي امرني. زي ما انت حقك عليا، دي متلازمه عندي. وانا كنت في لاب. طيب انا كنت دافع عربون ودفعت 2000 جنيه بس هيجيبنا عليك، حقك عليا لو كنت سلمت. في ايه مالك؟ لا انا غصب عني، انا عندي متلازمه. يعني ده حاله عندي، انا غصب عني بعمل كده. هو انت علي صوتك بس، كنت عايز ايه؟ في لاب انا دافع عربون ليه اونلاين وانا جاي ادفع الباقي دلوقتي واستلم اللاب. انت بتعاني من حاجه؟ طيب دافع عربون لللابتوب. كام؟ دافع كام يعني؟ دافع 2000 جنيه. دافع 2000. حلو ده. واللاب اصلا بكام؟ 8. اللاب ب 8 كده ناقص 6 صح؟ طب ماشي هات ال6 واخش اجيب لك اللاب الماك اللي انت عايزه. هقول لك انستا بيه. لسه بيه؟ ماشي مفيش مشكله. تمام كده تمام خلاص تمام، تسلم. يا ريت الناس كلها تبقى زيك والله. دقيقه اخش اجيب لك اللاب وجاي. مساء الخير. بتدور على لاب معين اقدر اساعدك؟ لا وانا مستني شخص كان واقف هنا شغال قال لي ان هو هيجيب لي اللاب وجاي. الشخص مين يا فندم؟ انا اللي واقفه في المكان هنا. ازاي يعني حضرتك؟ هو قال لي ان هو داخل يجيب لي اللاب وجاي. انا حولت له الفلوس انستا باي وهو دخل يجيب لي اللاب وجاي. لا يا فندم، انا بس اللي شغاله في المكان. انا باكد لك ان انا بس اللي موجوده في المكان ده. ازاي يعني؟ اكيد حضرتك بيتهيأ لك او قصدك حد تاني او مكان تاني مثلا. لا ازاي يعني حضرتك؟ انا بقول لك ان انا دافع له 6000 لسه حاليا انستا باي، قال لي هيخش يجيب اللاب ويجي. طب هقول لك على حاجه، انا من شويه كنت لسه بصوت بسبب ان في حاجه نطت من الشباك. هو شكله حرامي. انا دي مشكلتي انا دلوقتي. اكيد مش مشكلتي، حضرتك سمعتني وانا بصوت. يعني انا ما اعرفش، انا افتكرته فار بينط من الشباك، انا ما اعرفش. هو ازاي دلوقتي حرامي وداخل واقف في المحل عادي وهو اللي يتعامل ويعمل كل ده؟ ايش عرفني يا استاذ؟ انا كنت جوه وبقول لك صوتت لقيت حاجه بتجري. دفع حضرتك عربون 2000 جنيه ولسه حاليا محول له 6000 جنيه انستا باي. حرامي ايه ده اللي معاه انستا باي؟ طب انا يا فندم اقدر اساعدك بايه؟ طيب انا ماليش ذنب. هي دي مش مشكلتي انا دلوقتي. ولا مشكلتي يا فندم، حضرتك موجود زيك. انا أيوة ما ماشي، اعرفش. بس ازاي دلوقتي حرامي يجي يقف هنا في المحل ويبقى معاه انستا باي وانا احول له الفلوس ومحدش انا هنا؟ يا فندم انا مش هقدر اساعدك، انا كنت جوه زي ما بقول لحضرتك، انا هعرف منين؟ ماشي حضرتك، دي مش مشكلتي انا دلوقتي. ولا مشكلتي. مساء انا النور. كنت حاجز لاب اونلاين، كنت المفروض اعمل بس بس معلش تعصر جوله. لا مش شغال معانا حضرتك، ده جاي يشتري. بعد اذنك ايدك. طيب ايدك ايدك يا فندم، احنا في مكان محترم. ممكن يوريني. يا استاذي ممكن على فكره يعني ما يغركش الطقم ده نفسه، ممكن اصوت والم عليك اللابات يا كلها. عم انت اللي لسه جاي. عم ايه؟ بعد اذنك يا استاذ، احنا في مكان محترم، ما ينفعش اللي بتعمله ده. حاجز ليه حضرتك؟ هو ده مش فاست شغال 24 ساعه. موجود يا فندم. في حاجه انت في يا مشكله فندم ما ينفعش اللي حضرتك لسه بتعمله ده. محول بعد اذنك ايدك. بقول لك لسه محول له الفلوس. انا ممكن اصوت والم الناس. لا بعد اسمع اذنك بقى اللي أنا بقول حضرتك، لك عليه. احنا في مكان محترم. انا بقول يا عم الله يرضى عليك، انا دلوقتي جاي ادفع بالبيت. ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله ده. بقول لك يا انت استاذ حرامي. ده مكان محترم. انا اسفه جدا لحضرتك. لا بعد اذنك ما ينفعش. وربنا ما ينفعش هصوت. حضرتك. والله العظيم هصوت. حضرتك احنا في مكان اسمع محترم. اللي بقول لك عليه. انا ما قلتش حاجه، ما هو اللي مسؤول. والله العظيم هعيط. لا ليه؟ يا عم الفلوس اللي بعتها لي. ما اعرفوش ده جاي بيقول ان كان في حرامي هنا. انا ما اعرفش. رامي بلا يعني. انا ما اعرفش. مش شحات ولا رامي بلا مين؟ انا بقول لك بعت لك الفلوس بنفسي. وشه يخوف ما ينفعش حضرتك. اسمع اللي بقول لك عليه، أنا وشه فاهمة. يخوف من قريب. من بعيد برضه صدقني اعمل ايه؟ بعيد كمان؟ من بعيد بامانه. طب راضيه باي حاجه وماشيه. دي ايه؟ ما ينفعش. يا عم بقول لك بعت لك الفلوس ازاي يعني؟ ده اللي كان واقف وانا اللي بعت له الفلوس. ده الحرامي؟ ده شكله حرامي؟ لا الصراحه هو ده اللي شكله حرامي. وانت شكلك يا عم اللي فيها يا عم انا
انا بعد اذنكم جدا ما ينفعش اللي حضراتكم بتعملوه في المكان ده، انا اسفه جدا هترفد بعد اذنكم، ما ينفعش. مكان محترم. ايوه. ده مكان اكل بقسماط. المدير هيجي يعني. ابعد عني بقول لك. ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله ده، انا هترفد في المكان. ارجوك ارجوك انا اسفه. ما انا عايز حد كبير اكلمه. كبير ايه حضرتك؟ ما ينفعش اللي بتعملوه في اكل عيشي ده. ركز معاك في ايه؟ امرني. ابعد وشك بس عشان بيخوف. ولا من بعيد برضه مش هينفع. الفلوس اللي بعتها لي بعت لك الفلوس وهو ده مش شغال معاكم؟ مش شغال معايا حضرتك، ده لسه يعني جاي إيه ده. يا جدعان هو انا الفلوس مجنون اللي يعني بعتها هو لي. انا الفلوس اللي بعتها يا عم بعت لك فلوس بتاعت اللابتوب، انت هتعمل عليا عبيط؟ هو عمل كده فعلا ولا لا؟ انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفه. انا اول مره اشوفكم انتوا أول مرة الاثنين، انا ما أول مرة اعرفكوش. اجي هنا. تمام، ممكن بعد اذنك بس النادي مستر ابانوم بعد انا ديله. بعد اذنك اراضيك اهدى بس يا عم مرضيك مين يا عم؟ بقول لك انا بقى انت جاي في يا لوح. طب امشي يا لوح، يلا تسمح لها تردوا معلش. لا مش هينفع اللي بتعملوه ده في يلا المكان. من هنا. ما ينفعش سويت. ماشي يلا امشي من هنا. يعني لو ينفع يا استاذ مش هينفع اللي بتعمله ده يا استاذ. كاميرات انا بنصور مالك والله. انا اسفه جدا. عندك اي مشكله ان احنا نذيع؟ قول نذيع. صباح الخير او مساء الخير على حسب تتفرجوا علينا يا جماعه. قبل اي حاجه بقى انت فاهم، مش خش يعني بص، مش عايزين نكتر في الكلام. احب اشكر طبعا اخويا ابانوب ان هو سمح لنا ان احنا نصور في دبي ستور النهارده، وهو يعرفكم عن المكان والعنوان. اسم المكان ايه والعنوان دبي فين؟ ستور 145 منشية التحرير قدام كنيسة مرجرجس، برج الكرمة الدور الأول. طب البيج بتاعتكم اسمها ايه بقى على السوشيال ميديا؟ دبي ستور. دبي ستور. هنسيب لكم اللينك يا جماعه تحت تخشوا عشان بقى تشوفوا المفاجاه بقى. بص انا هقول لكم، انا احرق لهم مفاجاه العرض اللي انت عامله. هم عاملين عرض جامد قوي، بس انا هسيب ابانوب هو اللي يقوله لكم. عندنا عروض بتبدأ من أول 2500 جنيه الجهاز، كام؟ زي 2500 جنيه. ركزوا بس في الحتة دي، معلش دلال. لا، اللابتوب اللابتوب 2500 جنيه. 2500 جنيه. طب ممكن نوري الناس حاجه من ده؟ هات لنا يا باشا كميات كده عشان نوري الناس اللي احنا عاملين عرض اشيل فعلا. عنك وربنا، بس على البيت عندي. عرض على البيت عندي. 2000 ونص يعني اي لابتوب. ومش لاب عادي كمان، محاسب هينفعك، طالب هينفعك، مدرس هينفعك، اي حاجه استخدام هينفعك، استخدام عادي مدرسه. مش هتعرف تجيب لابنك ايه حاجه غاليه 2500 جنيه النهارده في دبي ستور. ده بحاله الزيرو، كمان ضمان سنه. ومعاه ضمان يعني ضمان سنه على الجهاز. يعني اجي ادفع لك 2500 جنيه واخد لاب واخد ضمان سنه. بالظبط. عايزينك تعرف الناس بقى العنوان تاني كده تفصيلي. 145 منشية التحرير في جسر السويس قدام كنيسة مرجرجس، برج الكرمة الدور الأول، دبي ستور. مستنيينكم. أي حد هيجي يقول تبع طريقة عمال دي خصم مخصوص 5% غير الهدايا اللي هياخدها مع اللاب. قرر الامر عشان يوصلك كل جديد بقرار 3. لكن السيجاره بتعرف مثبت عشان يوصلك قبل اي حاجه عايزكم تصلوا على النبي، واحنا نصلي على النبي عشان تاخدوا حسنات واحنا ناخد حسنات. مش هنطول عليهم. يلا نشوف اللي حصل بدل ما احنا متذنبين كده. يلا بينا.